السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هوريك إضافة جديدة للويندوز ديفندر تخلي الويندوز ديفندر كده أقوى بمراحل، وكمان تفتح لك فيتشرز مخفية جوه الويندوز ديفندر سواء لويندوز 11 أو ويندوز 10. فبدون كلام كتير خلينا نبدأ بعد الانترو. اول حاجه انت هتروح على المتصفح بتاعك الجميل اللي هو جوجل، وهتكتب ويندوز ديفندر يو اي. تمام، وبس هتكتب كده يعني، مش تكتب اي حاجه تاني. واول حاجه هتفتح معاك هي الديفندر يو اي. تمام، اللي هو اللينك دوت كده هتدوس عليه وتنزل الاداه الجباره دي. تمام، وهتدوس على داونلود فري. طبعا اداه مجانيه تماما، ما فيهاش اي مشاكل ولا هتدفع عليها فلوس ولا اي حاجه. تمام، مساحتها 3 ميجا. تمام، فهننزلها ونسطبها. تمام، فخلينا ندوس اوبن فايل كده. اول ما تفتح معاك هتفتح بالشكل دوت. ندوس نيكست، اي اكسبت، نيكست عادي جدا. اوكي، الاداه اشتغلت معانا بالشكل دوت كده. تمام، حابب اقول لك ان الاداه دي فيها 4 بريسيتس او 4 تصميمات جاهزه. تمام، اللي هي الريكومندد والانتراكتيف والاجريسيف والديفولت. الديفولت ده بتاع النسخه اصلا، فاحنا هندوس على الريكومندد او الانتراكتيف. تمام، انت ممكن تقرا، بس اكتر حاجه اجريسيف دي بتمنع اي فيروس، حتى بص اي حاجه انها تشتغل على الجهاز غريبه يعني. حتى لو انت فاتح برنامج مش واخد سيرتيفايد من موقع معروف، الويندوز ديفندر مش هيخليك تسطبه. تمام، فاجريسيف دي قويه جدا لو انت عايز تحمي الداتا بتاعتك بشكل كويس جدا. تمام، انا عامه بشتغل بالاجريسيف. تمام، الانتراكتيف دوت بتاع السي ام دي كودز، اللي هو بيعمل بلوك للسي ام دي كودز والباور تشيل والحاجات دي كلها. تمام، فاحنا مثلا خلينا نختار هنا الريكومندد. انت ممكن تغيرهم اصلا بعد كده، مفيش اي مشاكل يعني. وهنقفل الرساله دي. تمام، زي ما انت شايف هتفتح لك بالشكل دوت. تمام، زي ما انت شايف هتلاقي فيها الاوبشنز اصلا بتاعه الويندوز ديفندر، وهتلاقي بتتحكم اصلا بالويندوز ديفندر. تمام، زي مثلا لو احنا قفلنا الريال تايم بروتكشن ودوست على يس، تمام، هتلاقي فتحت لك الويندوز ديفندر. وممكن تقفل الريال تايم بروتكشن اللي هو البروتكشن بتاع النسخه. تمام، واول ما تقفله بس كل اللي انت محتاج تعمله اللي انت تعمل لود للاداه من الاول وجديد. زي ما انت شايف بتبقى موجوده تحت كده، هتلاقي ان الريال تايم بروتكشن اتقفل. هنفعل الريال تايم بروتكشن اللي هو الويندوز ديفندر بتاعنا. تمام عشان مش عايزين اي حاجه تحصل غلط. وخلينا نقفل الاداه ونفتحها تاني عادي جدا. ممكن نفتحها من هنا زي ما انت شايف هتفتح معاك بالشكل دوت. ممكن تعمل اللي هو المانج اكسكلوجنز، اللي هو اللي انت تعمل فولدر ما يعملش عليه السكان او ما يفيدش فيه حاجه لو انت حاطط لعبه فيها، او اللي هو الفولس ديتكشن دوت. فانت ممكن تعمل الموضوع دوت اللي انت تدوس مانج اكسكلوجن، وممكن تشيل من هنا او تعملها من الويندوز ديفندر ذات نفسه. يعني ايه، الموضوع سهل جدا. تمام، ولكن هتلاقي هنا بقى ايه اعدادات كتير للويندوز ديفندر. تمام، زي مثلا السمارت سكان دوت ممكن تعمله وورن بلوك او يوزر. وممكن مثلا الكلاود بروتكشن ليفل ممكن تعملها هاي او زيرو تراست. انا عامه بخليها هاي بلس. تمام، والادفانسد بقى انها تعمل سكان للايميلز وسكان لكل الداونلودز، والسكريبت كمان لما في سي ام دي سكريبت بيشتغل على الجهاز او اي حاجه زي كده بيعمل لها اسكان، والهاش كمان. ويعني بص هتلاقي حاجات كتير جدا. تمام، والاي اس ار دي بقى دي اهم حاجه في الليله دي كلها. تمام، فمن الحاجات برضو اللي هتلاقيها في الاس ار رولز اللي هو الرانسوم وير ده، بتخلي الديتكشن بتاع الويندوز ديفندر اعلى للرانسوم وير. كمان بتعمل بلوك للسكريبت اللي هي الغريبه، زي مثلا في ساعات لما انت بتيجي تفتح بي دي اف، في ساعات بيبقى معمول انجكت السي ام دي كودز بتبوظ لك الجهاز او اي حاجه بقى من الحاجات دي. وبرضو في الوين رير لما بتيجي تفك ضغط، لما اي وين رير فيه باسورد، اعرف ان الوين رير ده ممكن يبقى فيه كارثه. تمام، لان هم عامه بيحاولوا ان هم يعملوا كونفليكت على الويندوز ديفندر ان هو ما يقراش ايه اللي جوه الوين رير دوت عن طريق الباسورد اللي هم بيعملوه. تمام، يعني لفه كبيره كده، ولكن برضو دي من الحاجات اللي بتمنعها. تمام، عندك بقى في الادوبي ريدر. تمام، والاوفيس كل الابلكيشنز بتاعت الاوفيس، والاكسكيوتابل اللي هي الاكسيز لو انت في حاجه غريبه. وكمان بتمنع الميلز والاي بي اي. بص حاجات كتير كده هتلاقيها بتظبطها لك. تمام، والديفندر جارد دوت اهم حاجه تكون مفعلها دوت بروتكشن زياده للفاير وول بتاعك والنسخه عامه. تمام، في البروتكشن جارد دوت اصلا بيبقى مقفول اصلا في الديفولت بتاع النسخه، يعني ده ما بقاش شغال. ولكن لما بتنزل الاداه دي بيشغلوا لك اوتوماتيك اصلا في كل المواضع، في الريكومندد والكاستم والديفولت والاجريسيف كله. ولو انت عايز الموضوع يبقى الويندوز ديفندر يبقى واخد حقه من السيستم، ولكن في الاجريسيف مود دوت، يعني مثلا هتلاقي كل حاجه هنا معمول لها اون، وهتلاقي هنا كل حاجه مفتوحه. كل لما تعمل الاجريسيف مود ده اعرف ان الاستهلاك بتاع السي بي يو هيبقى اعلى. يعني انت هتلاقي الويندوز ديفندر اصلا مستهلك جزء كبير من الجهاز. تمام، وبالذات لو الويندوز ديفندر عمل ديتكشن لاي فيروس عندك او اي حاجه من الحاجات دي، هتلاقي ان الويندوز ديفندر حرفيا كلك السي بي يو والرامات. ولكن ده بيجي على حساب اللي انت تامن نفسك، يعني فاهم الفكره. بس يعني فاداه جديده، يعني اداه كده لطيفه لذيذه، قلت ايه اقول لكم عليها. ما فيش فيها شرح يعني، ما اقدرش اشرح لك فيها اكتر من كده، هو الفيديو قصير. فما تنساش تنزل الاداه دي من اللينك اللي في الديسكربشن، او تعمل سيرش على جوجل بالاسم بتاعها اللي هو ديفندر يو اي. اداه لذيذه جدا وقويه، يعني قويه بجد متجربه. تمام، فبدون كلام
كلام كتير، اشوفك الفيديو الجاي. ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت وسبسكرايب، وتقول لي في الكومنتات كنت تعرف الاداه دي ولا لا، ولو في ادوات غريبه زي دي كده عندك تعرفها يا ريت تقول لنا في الكومنتات نجربها سوا. وبدون كلام كتير اشوفك الفيديو الجاي. ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت وسبسكرايب، وبيس.